الوصفة دي لازم تكون في مطبخِك واوعي تفوّتيها ومش تعمليها، ولكل سِت بيت مصرية فلازم الوصفة دي تكون في مطبخِك علشان هي كنز بجد. على البتنجان بقى حطيه وفي السمك احشيه ويا جماله على الجبنة ما أقولكيش خطير، وكمان لو حشيتِ بيه الطعمية أو لو حطيتيه على الفول يا جماله ويا حلاوته لو حطيتيه على أي أكل، هيخلّي طعم أكلِك كده في حتة تانية خالص. وهي دي بقى وصفة من أهم الوصفات العربية المصرية. دبس الفلفل الرائع اللي المفروض محدش يقدر يستغنى عنه خالص. من أساسيات عمل دبس الفلفلة هو الفلفل ده، يعني هو الفلفل ده هو المخصص لعمل دبس الفلفلة علشان يطلع معاكي زي اللي انتي بتشتريه من برا وأحسن كمان. يعني أهم حاجة لازم تستخدمي الفلفل ده. طبعا هنجيبه هنغسله كويس وهنشيل القمع الأخضر اللي فيه ده. طبعا ممكن تشيليه بإيديكي بكل سهولة أو لو متشالش معاكي هتشيليه بالسكينة بالشكل ده كده لغاية لما نعمل الكمية اللي معانا كلها بالطريقة دي كده. وطبعا انا استخدمت في الوصفة دي كيلو من الفلفل الحراق الأحمر اللي انتوا شايفينه ده كده، وسعره في السوق دلوقتي ب15 جنيه. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنقطع الفلفل بالشكل ده كده علشان يتفرم معانا بكل سهولة. طبعا زي ما قلتلكوا الفلفل ده حراق، طبعا لو عايزين تقللوا كده من نسبة الحرارة اللي فيه هتشيلوا البذور اللي فيه. طبعا لو بتحبوا يعني الحاجة حراقة جامد هتسيبوا البذور كده بحاله. طبعا البذور دي مفيدة جدا ومادة حافظة كده للفلفل بعد ما بتعمليه. بس بقولك كده علشان في ناس كتير مننا ما بتحبش الحاجة حراق قوي. وهنفرمه في الكبة بالشكل ده كده، وطبعا احنا بنفرمه في نص كده الفرم هنشيل الغطا بتاعه علشان ننزل الجناب علشان كله يتفرم مع بعضه، يعني مفيش واحدة تبقى مفرومة حلو وواحدة لأ بالطريقة دي كده. فلازم تعمليها لازم تنزلي الجناب بالطريقة دي كده وهنرجع نفرمه تاني لغاية لما ينعم معانا تماما. واهم حاجة واحنا بنفرمه كده ما نكترش فيه الفلفل في قلب الكبة علشان يتفرم معانا بكل سهولة وينعم معانا. وده شكله بعد ما فرمناه هنجيب حلة وهننزل بالفلفل بعد ما فرمناه، وده شكله اهم حاجة تنعميه جامد علشان يبقى زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. وطبعا اللي احنا بنعمله في البيت احسن بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، يعني حاجة مضمونة حاجة انت عاملاها في بيتك يعني موفرة جدا. وهنرجع تاني نفرم الكمية الباقية في الكبة، بس انا نسيت احط التوم كده في الاول فهضيفه في المرحلة دي كده. وانا مستخدمة هنا راس كبيرة كده من التوم، وهنرجع نفرم كده تاني. وطبعا هنرجع في النص كده الفرم وهنشيل الغطا وهننزل الجناب زي ما احنا عملنا كده في الطريقة الاولانية هنعمله في الطريقة التانية علشان كل الفلفل يتفرم معانا بيكون ناعم كده جدا زي ما انتوا شايفين. فدي اهم خطوة كده لازم تعمليها علشان الفلفل بتاعك يبقى كله ناعم زي بعضه ويديكي كده القوام والنعومة كده زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. وهتعملي كمية الفلفل اللي معاكي كلها بالطريقة دي كده، طبعا اي كمية متوفرة عندك او لو حابة تعمليها هتعمليها بالطريقة دي كده. ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الملح وربع كوباية من الخل وقلبتهم لغاية لما الملح كده داب واختفى معايا. وطبعا احنا مش هنضيف هنا كده اي توابل خالص ولا كمون ولا اي حاجة علشان احنا هنحفظه في التلاجة علشان يفضل معانا مدة طويلة. وده شكل الفلفل كده بعد ما عملناه زي ما انتوا شايفين كده في نسبة من السوائل. فاحنا هناخد الحلة وهنحطها على النار علشان نسبة المية دي تنشف معانا خالص ونقدر نحفظه في التلاجة ويقعد معاكي سنة كاملة. طبعا انا جربت الطريقة دي قبل كده وبصراحة طلعت ناجحة 100%، وقعد معايا في التلاجة مدة طويلة قوي، يعني لو قعد سنة مش هيبوظ منك ولا اي حاجة. طبعا انا بقولك الكلام ده كده عن تجربة علشان جربته قبل كده زي ما قلتلك. واعملي اي كمية فلفل وما تقلقيش، بس اهم حاجة تحطيه على النار لغاية لما كمية السوائل اللي فيه كلها تنشف وتبقى بالشكل ده كده. شايفين مفيش ولا نسبة مية خالص والفلفل معانا استوى. طبعا اهم حاجة تحطها على نار هادية خالص علشان الفلفل بتاعك ما يتحرقش معاكي. وما تنسيش كل شوية قلبيه علشان تجيبي اللي فوق تحت كده واللي تحت فوق علشان نسبة المية كلها تختفي ويبقى ناعم معاكي بالشكل ده كده. وهتجيبي اي برطمان عندك بس اهم حاجة تكوني معقماه جامد ما يكونش فيه اي نسبة مية، وعلشان تتأكدي هتجيبي منديل وهتمسحي البرطمان من جوه علشان يقعد معاكي سنة كاملة من غير ما يحصل اي حاجة خالص. وبكده عبيت البرطمانات بتاعتي بالشكل ده كده وحطيت على الوش زيت، يعني الزيت ده كده زي مادة حافظة كده على الوش علشان الفلفل بتاعي مش هيعفن من فوق كده. بس متقلقيش مش هيحصل له اي حاجة خالص لو قعد معاكي سنتين في التلاجة حتى. بس اهم حاجة تقفلي البرطمان بتاعك كويس وحطيه في التلاجة بقى ونسيه. واهم حاجة لما تيجي تاخدي منه كده المعلقة اللي هتاخدي بيها ما يكونش فيها اي نسبة من المية خالص علشان بعد كده الفلفل بتاعك ما يعفنش معاكي. فاهم حاجة المعلقة بتاعتك تبقى ناشفة، والفلفل اللي تاخديه ما ينفعش ترجعيه تاني، يعني لو خدت شوية كده وكلتيهم واتبقى شوية في الطبق ما ينفعش ترجعيهم تاني في البرطمان علشان تحافظي على الفلفل ويقعد معاكي سنة كاملة من غير ما يحصل له اي حاجة خالص.
وبكده خلصنا معاكم طريقة عمل دبس الفلفل الرائع، طبعًا طعمه شهي جدًا، طعمه جميل، وإحنا عاملينه كده لعشاق الفلفل الحار. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين نجرب أي وصفة مع بعض اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هنجربها معاكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير وتعيشوا بصحة وبسلام يا رب العالمين.